السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هعمل معاكم التمر المحشي والعجوة. نحشيها برضو مع بعض، وهوريكم ازاي ان احنا برضو نبدأ ان احنا نسهل على نفسنا في رمضان، ونكسر مع بعض التمر علشان خاطر نعمل بيه عصير المشمش. هتشوفوا معايا افكار جميلة ان شاء الله بإذن الله تعجبكم وتستفادوا منها. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسونوش دعوة حلوة من قلبكم كده علشان خاطر ربنا يكرمني. وكمان ما تنسوش ان انتوا لو بتحبوني ان انتوا ما تنسوش تحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل اللي زيكم، وتعملوا شير لقناتي قناة اهل الدار عشان خاطر قناتي تكبر بيكم ومعاكم بإذن الله. اول حاجة كده ندخل على الفيديو على طول. معايا هنا البلح الرطب اللي هو البلح، يعني اللي هو بنشتريه بيبقى لا طري ولا ناشف قوي ده. ومعايا التمر ده طبعا احنا بنكسره وبنستخدمه في المشمش والعجوة والبلح العجوة. طبعا انت ممكن لو مش عندك الانواع دي كلها، بس انا خلاص النهارده وقفت في المطبخ فقررت ان انا هجهز انواع التمور كلها علشان خاطر ابقى مرتاحه طول الشهر. اول حاجه ده سوداني معايا متفصص هنا، وده ومعايا جوز الهند مجروشه. معايا 3 انواع لجوز الهند. برضو ممكن تستخدمي حاجه واحده بس، او ممكن تستخدمي زي ما انت عايزه، وممكن تستخدمي حاجة اكتر او اعلى من اللي انا مستخدماها. ومستخدمة زبيب، ومستخدمة كمان سمسم. ممكن تستخدمي لوز، وممكن تستخدمي بندق، ممكن تستخدمي عين جمل، بس انا استخدمت المتاح عندي اللي هو ما كلفنيش، وفي نفس الوقت غيرت بيه فكرة البلح والتمر. طبعا الحاجات دي بنشتريها من بره غالية جدا، بالذات البلح اللي محشي مكسرات ده بنشتريه باسعار خيالية جدا، وبالذات في الموسم بتاعه في رمضان دلوقتي. فلو موجود عندك الحاجات دي في البيت او مش موجودة، انت ممكن تشتري التمر البلح، تشتريه بلح كده وتبدأي تفصصيه وتحشيه بالمكسرات اللي موجودة عندك في البيت. ببدأ كده ان انا افتحه واشيل منه النوايا بتاعته زي ما انتوا شايفين بكل سهولة كده، وبركنه على جنب. وابدأ بعد كده احشيه باي نوع مكسرات واي حشوات انا عايزاها. تابعوا معايا الفيديو وانتوا هتشوفوني بعمل فيه ايه. معلش طبعا انا بعتذر على طريقة التصوير، لان المصور المبدع بتاعنا هو اللي كان بيصورني، احمد طبعا هو اللي كان بيصورني، والصورة تحس ان هي مهزوزة شوية. وكمان كان مستعجل عشان كان عنده تمرين، فانا قلت له قبل ما نمشي يعني ان احنا نبدأ ان احنا نصور الفيديو، علشان خاطر بحب ان انا اوريلكم كل الافكار اللي انا بستخدمها واللي انا بعملها. بيبقى عندي حاجات والله اكتر من كده، بس فرصة التصوير هي اللي يعني ما بتبقاش متاح معايا ان انا اصور. هنا معايا التمر ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ما جبتلكمش مقطع تفصيص البلح كله، انا بوريلكم مقتطفات كده، وبعد كده انا بقعد وبعمل حاجتي براحتي واحده واحده، بس بديلكم افكار علشان خاطر تستفادوا من الحاجات اللي انا بعملها. لو كل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها او فيديو من اللي انتوا بتشوفوه ده بيفيدكم بحاجه او بتستفادوا مني من القناه الجميله اللي زي العسل دي، اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ان احنا بنستفاد منك حاجه. طبعا ده كده معايا التمر زي ما انتوا شايفين. بفضل ان انا اكسر التمر بتاعي ده. طبعا ده هيسهل علينا الوقفة في رمضان، وهيسهل علينا وقت بكسره زي ما انتوا شايفين كده، بدل ما بشيله طول السنة متعبي بالنوى بتاعه في الفريزر. طبعا انا كل البلح ده كنت حافظاه في الفريزر. ببدأ ان انا بقى اول ما بيقرب عليا رمضان كده ببدأ ان انا امسكه واكسره زي ما انتوا شايفين كده، وبعبيه في اكياس التفريز، وبحطه في الفريزر برضو. بحطه في الفريزر، وباجي وقت بعمل العصير بطلع حسب الكمية اللي انا عايزاها. طبعا البلح ده احنا يعني انا جايلي ربنا يبارك له في عمره يا رب وفي صحته، ويوسع عليه يا رب ويزيد رزقه. بابا طبعا هو اللي بيبقى باعتهولي من اول الموسم، انا ببقى محتفظة عليه في الفريزر. بحطه في الفريزر، وبعد كده باجي زي ما انتوا شايفين بطلعه كده، بيبقى كأنك لسه جايباه او جامعاه من النخل بالظبط. هنا العجوة بتاعتي ببدأ ان انا بعجن العجوة. طبعا العجوة تقدري تشتريها من السوق، بس يا ريت تشتريها من مكان مضمون، عشان بيبقى فيها رملة وفيها يعني حاجات مش على قد كده. يعني هات العجوة من عند حد مضمون. وبدأت ان انا فصصتها برضو، كنت مجهزاها مفصصة منها البلح النوى، شايلة النوى بتاعها. وبعد كده عجنتها زي ما انتوا شايفين. هنا انا لبست الجلافز اللي في ايدي ده، بس بعد كده ما عرفتش ان انا اتحكم فيه
وانا بعمل البلح كان بيلزق مني سواء بايدي او بالجلافز. فانت هتدي دهنه بسيطه كده من الزيت، حاجه بسيطه خالص علشان خاطر ما تلزقش منك. وبعد كده بتبداي تشكلي العجوه بتاعتك زي ما انتوا شايفيني في الفيديو كده. هنا طبعا احمد كان بيصورني فبيقول لي يا ماما حاسس ان الكاميرا مغبشه، هي فعلا الاضاءه مش على قد كده. لان انا لسه يعني بفرش في المطبخ بتاعي، ده المطبخ بتاعي. فان شاء الله باذن الله لو انتوا عايزين اعمل لكم جوله في مطبخي الجديد ده وفي فرش رمضان اكتبوا لي في التعليقات وانا باذن الله انزل لكم جوله فيه. هنا بدأت ان انا اعمل اشكال بالقطاعة زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي اشكال تعمليها ان انت تعمليها كور زي ما انتوا شايفين كده، زي اللي هي الشوكولاتة البناويتي دي لو انتوا عارفينها. طبعا انا كنت عاملة فيديو للشوكولاتة البناويتي دي، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. عايزة اقول لكم ان الشوكولاتة دي اسعارها حاجة كده خيالية جدا، حاجة يعني بتبقى غالية جدا جدا. يعني القطعتين منها ب28 جنيه، قطعة صغيرة كده ب28 جنيه. انا عارفة برضو ان انت عشان تعمليها في البيت اللبن المكثف وجوز الهند والشوكولات هتكلفك، بس مهما تكون هتكلف هتطلعي عدد قطع اكتر وكمية اكتر. لو حسبت التكلفة بالعدد اللي انت بتشتريه من بره هتلاقيه ان انت تعمليها في البيت ارخص، وهي بنفس الجودة بنفس الطعم بنفس الطريقة بنفس كل حاجة. هنا طبعا عشان مطولش عليكم بدأت ان انا اعمله كور زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت بالقطاعة وبدأت ان انا احطه في جوز الهند باشكال بقى. انت شكلي براحتك، يعني ما توقفيش على حاجة مثلا انا عملتها، انت حسب حريتك وحسب راحتك حسب انت عايزة ايه. طلعي الشيف المبدع اللي جواكي، يعني خلي الشيف اللي جواكي هو اللي يتحكم فيك انت هتعملي ايه. برضو الكور هنا انا هحشيها في النص، ممكن احشيها زبيب، احشيها فول سوداني، احشيها بندق، احشيها لوز، احشيها اي حشوات موجودة معاكي. ولو انت حابة تسيبيها سادة برضو عادي مفيش مشكلة. طبعا الحاجات دي لما تعمليها كده وتحطيها تبقى جميلة جدا لما يجي عندك ضيوف كده وتقدميها بقى في رمضان. او انتي لو اولادك ما بيحبوش ياكلوا البلح كده وهو كله طاقة، بيدي طاقة يعني، فالطريقة دي جميلة وهيحبوها. انا عندي ابن الصراحة ما كانش يقرب من البلح ولا ياكله، وانا بعمل يعني وانا بعمل في الفيديو بقي يدوقوا بقى وكده وبقي ياكلوا الطريقة نفسها والشكل نفسه. غير عنده مفهوم البلح ان ده بلح، يعني هو حاسس ان هي حاجة مختلفة. طبعا انا بصور لكم الفيديو كمان واحنا مستعجلين باستعجال اكتر لان احنا كان عندنا تمرين، فهو بيصورني واحنا كنا متأخرين جدا. بس قلت له لا لازم اوري لحبايبي الافكار اللي انا عملتها واشاركهم كل حاجة من تجهيزات رمضان انا بعملها. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا بقى، معلش تليفوني كان بيرن فعشان كده اضطريت ان انا افصل. آه مش عارفة ليه التليفون ما بيفكرش، ما بيبطلش رن غير لما اكون بعمل لكم في الفيديو. هنا خلاص بقى زي ما قلت لك تعملي الاشكال زي ما انت حابه، الشكل اللي انت حباه. احمد هنا في الكاميرا بيقول لي يا ماما يعني انا مش شايفه في الكاميرا ان هو ظاهر قلب، وانا ماسكاه في ايدي بقول له بس انا شايفه ان هو قلب. فعلا هي الكاميرا فعلا لما جيت بتفرج على الفيديو دلوقتي هي ظلمه، هو ظاهر ان هو قلب بس التصوير مش ظاهره. ايا كان يعني انت شكلي الشكل اللي انت عايزاه وبالطريقه اللي انت عايزاها، واعملي زي ما قلتلك طلعي الشيف اللي جواكي. اعملي حاجة كده تبقي مميزة بيها. انا قبل كده قلت وكل مرة بقولك خدي مني الفكرة وخليكي مميزة عني. خدي مني فكرة انا بقولها لك وانت طلعي يعني اعملي حاجة بزيادة عني، ولما تعملي حاجة وتنجح معاكي يا ريت تكتبي لي وتقولي لي ان فكرتك نفعت معايا وانا عدلت فيها كذا كذا، وانا هاخد برضو طريقتك واعملها وافيد بيها غيرك. تمام. هنا بدأت أحشي البلح بتاعي. هنا طبعا أبو غالي بيضحي، طبعا أنا مش مضحية قوي يعني. أنا طبعا كان عندي الفول السوداني ده برضو كان جايلي، فأنا فصصته كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بدأت أحشي بيه البلح. بحشيه فول سوداني وبحشي شوية زبيب. المهم بشكل بين الحشوات زي ما انتوا شايفين كده. تفضلي تشكلي الحشوة اللي انت عايزاها. ولو انت يعني الحشوة دي تليفوني رن للمرة العشرين، انا عملته بقى وضع طيران لحد ما اخلص لكم الفيديو.
زي ما انتوا شايفين كده انا بقعد اشكل بين الحشوات اللي موجودة عندي. وزي ما قلتلك انت بقى جددي، هتعملي نفس الطريقة، زي ما تحبي، زي ما تحبي تعملي، ان انت تشتغلي بقى اشتغلي. انا زي ما قلتلك اديتلك فكرة، وانت بقى اشتغلي بيها زي ما تحبي ان انت تشتغلي. كملي الفيديو للاخر لان الفيديو لسه فيه اسرار في الاخر، وفيه ديكوريشن وحاجات جميلة جدا برضو هتعجبك. الفينش النهائي مش هيبقى كده، حاجة كده هتشرفك قدام ضيوفك. هتبقي مميزة فعلا، كل اللي هيشوفك يحس ان انت مميزة في بيتك وفي مطبخك. اعملي حاجة تخليكي تبقي مختلفة عن اي حد. كلنا ستات بيوت شاطرين، وكلنا شاطرين وبنعرف ان احنا يعني نجدد في افكارنا. بس صدقيني كل ما تجددي في افكارك وكل ما ان انت تبقي مميزة، تعملي حاجات مميزة، بتبقي مميزة في حياتك، حتى بتحبي الحياة. بيبقى عندك كده حب ان انت النهاردة عملتي حاجة كويسة، ولقيتي الكل اللي هو معجب بيها بقى وشكرك عليها، على الحاجة دي، او انبهروا بيها بمعنى اصح. فبتتشجعي ان انت تاني يوم عايزة تعملي حاجة يعني اجدد، عايزة تعملي حاجة احسن. دايما بتبقي عايزة تطلعي كل حاجة حلوة جواكي. ما توقفيش على حاجة، ما توقفيش على نمط ان انت واقفة في المطبخ ان هو تعب وزهق. كلنا كستات بيوت طبعا اكتر وقت لينا بنبقى واقفينه هو المطبخ بتاعنا. فانت لو تعاملتي زي ما بقولك بحب وبسلاسة كده، الموضوع هيبقى سهل جدا. هنا طبعا تعالوا نرجع للفيديو بتاعنا. هنا عملت الشوكولاتة بتاعتي. انا مكنتش جايبة شوكولاتة كتير يعني. الشوكولاتة اللي انتوا شايفينها ب20 جنيه، وكل حاجة من اللي انتوا شايفينها، جوز الهند، السمسم، كل حاجة جايبها ب10 جنيه. يعني الموضوع كله كلفني بتاع 60 جنيه. 60 جنيه، وانا كان عندي البلح وكان عندي السوداني. تخيلوا بقى ب60 جنيه طلعت الابهار اللي انتوا هتشوفوه ده. تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، حتى لو هتعملي نص كيلو، بس لو هتعملي كيلو، لو هتعملي 2 كيلو، على قد بقى ما انت عايزة تعملي. تقدري ان انت تهدي بيه حبايبك، وان انت تهدي بيه حماتك، وان انت تهدي بيه صحابك. زي ما انت عايزة، بدل ما هتروحي تشتريه من بره غالي، زي ما قلتلك وبأسعار خيالية، تقدري ان انت تعمليه في البيت، وان انت تبقى حاجة كمان مميزة اكتر ان انت عاملاها بايدك يعني. اللي هتقدمي له حاجة زي كده هيبقى شايف تعبك فيها. هنا بدأت ان انا اغطس البلح بتاعي في الشوكولاتة، او ان انا اخد من الطرف زي ما انتوا شايفين كده. هو الفيديو شارح نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عليه. كان حد بعت لي قال لي ان انا اتكلم على الفيديوهات من غير ما اعمل عليها مونتاج كده، من غير ما اعمل لها دوبلاج يعني. بس الشقة اللي انا فيها انا لسه نقلة جديد يعني، فلسه مش فرشها كلها، لسه بفرش فيها. فطبعا صدى الصوت لما بتكلم، فاحمد، انا واحمد واحنا بنصور الفيديو بعد ما كنا بنتكلم عليه، قررنا ان احنا لا، مش هنتكلم عليه عشان الصوت ما كانش مظبوط قوي. وزي ما قلت لكم انا ما بكملش كل حاجة للاخر، انا بوريلكم. وانا بعد كده هقعد هكمل حاجتي كلها مرة واحدة، لان احنا كان عندنا تمرين وكنا متأخرين جدا. فقلت ان انا اصور لكم كده كل حاجة، يعني جزء من كل حاجة عشان تاخدوا الفكرة مني. وبعد كده انا هكمل الحاجة بتاعتي كلها على بعض، لان انا طبعا كان معايا كمية، وطبعا مش هقدر اعملها وانا واقفة كده يعني، عشان الموضوع كان هيبقى صعب. هنا بدأت ان انا اعمل البلح في الشوكولاتة، واحط عليه اي حاجة بسيطة كده تكسر اللون. هو الصراحة كنت عايزة اجيب شوكولاتة بيضة يعني اعمل عليها على البلح كده، زي زجزاج رايح جاي على الشوكولاتة السوداء. بس لقيت الموضوع مش مشكلة يعني، علشان ما خليش الموضوع مكلف اوي. كمان لان انا جبت علب علشان خاطر وزعت فيها البلح، حطيت فيها البلح بطريقة شيك وجميلة جدا. تقدري برضو ان انتي وانتي حطاه على الترابيزة بتاعتك، وانتي حطاه في الريسبشن كده، ان هو يقعد بغطاها تقعد زي ما هي. يا رب اللي يوصل، اللي وصل معايا للدقيقة ال14 هنا، ان هو يكون حط اللايك، وان هو يكون كتب تعليق حلو زيه كده. وبشكركم جدا 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 بجد، علشان خاطر انتوا بدأتوا تتفاعلوا معايا على القناة، واليوتيوب بيقترح فيديوهاتي بطريقة جميلة جدا. وكل ده من دعمكم ليا طبعا، وده اللي بيشجعني ان انا اصور. طبعا انا زي ما قلت لكم التصوير يعني
بصوا انا عينيا تعبتني، بس كتر خيره احمد ان هو صورني ووصل للنتيجة دي. لان انا كنت طبعا الستاند بتاعي كنت سايباه في الشقة التانية، فطبعا لما جيت اصور ما لقيتش الستاند، فاللي هو ما كنتش هصور. قال لي لا يا ماما هاتي انا اصورك. وبعد كده هو كان زهق الصراحة، كان جاي من المدرسة وتعبان، وكان لسه رايح عنده درس وعنده تمرين، فالموضوع كان مرهق بالنسبة له، فاللي هو صعبان عليه هتصورك بس انا مش قادر. وبرضه هو لسه صغير يعني مش كبير، فمش متحكم في الكاميرا او ان هو يمسكها ان هو يصورني بيها. والصراحة مش عارفة، مش عارفة ليه هي الكاميرا كانت مغبشة. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت كور العجوة، وعملت البلح بالشوكولاتة، وعملته بلح سادة، وعملته بلح نص شوكولاتة ونص عجوة. يعني شكلت تشكيلات، شوية تشكيلات كتيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنا كنت خلاص خلصت، وكنت كمان عبيته في العلب بتاعتي بشوية فينش بسيطة جدا جدا جدا. هقولك عليها بس علشان خاطر لو مش حابة تكلفيها مش مشكلة. العلب بتاعة الكب كيك اصغر مقاس، اللي هي بتاعة الكب كيك الصغيرة خالص 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 دي، زي الحجم اللي انتوا شايفينه ده. دي الباكت بيبقى فيها حوالي ممكن 100 او حاجة زي كده، ب10 جنيه. انا جبت 2 باكت. وكان عندي برضو بدأت ان انا بعد ما اخلص البلاحية احطها فيها. ده كده انت خلصت الفينش بتاعك كأنك جايباه جاهز من بره بالظبط. والعلب بتاعتي بدأت ان انا ارصه فيها، برضو حسب انت هترصيه في ايه. زي ما قلتلك خدي مني الفكرة وانت طبقيها براحتك، وطلعي روح الشيف اللي جواك. بس هنا يا جماعة كنت حابة اقول لكم ان ابو غالي بيضحي، ابو غالي بيضحي يا جدعان. وصرفت وكلفت يعني. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وان انتوا تكونوا استفدتوا منه، وان الافكار اللي بقدمها لكم تكون بتعجبكم، وان انتوا تكونوا بتستفادوا منها. وزي ما قلت لك سهلي على نفسك المواضيع. المطبخ مش صعب والحياة مش صعبة. المهم ان انت يكون جواك يعني ان انت تفكري، وان انت تكوني حابة حابة ان انت تقفي في المطبخ وحابة الموضوع. لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب القناة.